يعني أولًا بنشكر وزارة الداخلية إن هي قبضت على الناس اللي هي متورطة في عملية منصة FBC اللي هي نصبت على العديد من المصريين بملايين الجنيهات. يعني إحنا بنشكرهم طبعًا، هم سرعة ضبط هؤلاء ده شيء ممتاز جدًا. طبعًا من بيان وزارة الداخلية عرفنا إن هم ناس بيحملوا جنسيات أجنبية قاعدين يعني مقيمين في مصر. بس كنا عايزين نعرف، يا ريت كانوا قالوا لنا هي إيه الجنسيات ديّة، يعني هي جنسيات إحدى الدول برضه شغالة برضه معانا والّا إيه؟ وبيقول لك إن في ليهم عناصر بالخارج. طب يعني هو ده ضرب برضه للاقتصاد المصري بالطريقة ديّة. رغم ان فعلا في تحذيرات كتير جدا للشعب المصري وللناس ان انتوا ما تدخلوش في منصات زي ديت وحاجات ما نعرفش اولها من اخرها. وفي الغالب يعني اتكررت عمليات النصب، ولكن الناس يعني للاسف ما بتتعظ.